90% من السيفيهات دي بتترفض نتيجه اخطاء شائعه في السي في. في الفيديو ده هتعرف حاجتين مهمين جدا، اول حاجه ايه هي الاخطاء الشائعه، وتاني حاجه ازاي تكتب سي في احترافي باستخدام اي تولز. معاك مهندس مصطفى راشد، تابع معايا لحد الاخر عشان تبتدي صح. السي في احيانا بيكون هو الانطباع الاولاني عن شخصيتك وعن معرفتك وعن مهاراتك، وممكن يكون الانطباع الوحيد، وهي الورقه اللي بتقول انت مين وبتعرف تعمل ايه ودرست ايه. المشكله ان الاتش ار بياخد من 6 ل 10 ثواني عشان بس ياخد قرار ان هو يقرا السي في بتاعك او ان هو يركنه على جنب. تعالى بقى اكلمك دلوقتي على اشهر الاخطاء اللي موجوده في السي في، واول خطا وهو ان السي في بتاعك بيكون عام مش مخصص لوظيفه معينه. يعني لو انت مهندس ميكانيكا وبتقدم على المجال الصناعي، اكيد السي في بتاعك هيكون مختلف كليا عن المجال الانشائي، وده لان لو انت بتقدم دلوقتي في المجال الصناعي فطبيعي هتدور على الفاندمنتالز اللي تشد الاتش ار في المجال الصناعي. نفس الموضوع في المجال الانشائي. تعال ادي لك مثال على الموضوع ده. لو انت بتقدم في المجال الصناعي فطبيعي ان انت لازم تختار بعض المصطلحات زي السوليد ووركس، زي مثلا انت اشتغلت على بروجكت معين ليه علاقه بالشيت ميتال، او حتى حاجات ليها علاقه بالتي بي ام او الكواليتي والبروسيس والكونتينوس امبروفمنت. كل الحاجات دي لازم تكتبها لو انت هتقدم في المجال الصناعي. اما بقى لو بتقدم في المجال الانشائي فطبيعي لازم تختار بعض المصطلحات برضو اللي تشد الاتش ار، زي مثلا انت بتعرف تستخدم الريفت او بتعرف تستخدم النافس ووركس او الحاجات اللي متعلقه بالبي اي ام، طبعا على حسب المكان اللي انت هتشتغل فيه. لكن خلاصه الموضوع لازم تدور على المصطلحات اللي تشد الاتش ار في المجال اللي بتقدم فيه السي في. تاني خطأ بقى شائع في السيفيهات، يا ريت تبطل ان انت تكتب جمل عامه زي مثلا انا طموح وبحب التحديات، او انا بحب ان انا اشتغل تحت ضغط، او بعرف اشتغل مع تيم. لكن ممكن تحكي عن الحاجات دي جوه انشطه او امثله واقعيه انت فعلا عشتها، تقدر تكتبها في السي في، وهيوضح كمان ان انت بتعرف تشتغل في تحديات وتقدر ان انت تشتغل تحت ضغط. كل الحاجات دي بالامثله الواقعيه هتبقى افضل. ثالث خطأ شائع بقى في السيفيهات ان انت بيبقى السي في بتاعك مش منسق ولا منظم في التواريخ وفي المواضيع اللي انت كاتبها. يعني مثال على هذا الكلام، مفيش سيكشن كده خاص بالخبرات بتاعتك ولا المهارات بتاعتك ولا المشاريع او حتى الانشطه اللي انت كنت اشتركت فيها اثناء الكليه. كل حاجه داخله جوه بعض كده والسي في بتاعك شكله مش منظم. رابع خطأ وهو عدم ذكر الانجازات بتاعتك بالارقام. يعني مثلا ان انت تبقى كاتب ان انت اشتغلت على مشروع باستخدام السوليد ووركس والمشروع ده خلصته تمام وعملت كل المخرجات بتاعته، ولكن مفيش ارقام حقيقيه. لكن المطلوب منك انك تبين انت المشروع ده اشتغلت عليه وخلصته في وقت قد ايه، قدرت ان انت تفلد البروتوتايب مع العميل بتاعك. او على سبيل المثال انت شغال دلوقتي في بروسيس امبروفمنت وعملت تحسين لبروسيس معينه وما وضحتش قللت التايم قد ايه، او حتى قللت التكلفه قد ايه وزودت الكواليتي بنسبه قد ايه. بالمناسبه في دوره بفضل الله انا خلصتها وموجوده على منصه اوتروجيا، وهي دوره عمل مشروع شيت ميتال باستخدام سوليد ووركس. الدوره دي هتساعدك وهتخليك تبقى مؤهل انك تشتغل في قسم الانجينيرنج في اي مصنع للشيت ميتال. لو انت مهتم تعرف تفاصيل اكتر عن الدوره دي، كل اللي عليك تعمله هتلاقي في لينك تحت الفيديو، هتدوس عليه هيوصلك للبيج هتعرف تفاصيل عنها وتقدر تملى الكونتاكت بتاعك عشان حد يتواصل معاك. خامس خطأ شائع بقى في السي في وهو الأخطاء الإملائية. تخيل بعد ما تكتب السي في بتاعك بشكل حلو جدا وعملت أقسام وكتبت كل الدورات بتاعتك، لقيت الكلام اللي أنت كاتبه فيه بعض الأخطاء. طبعا الاتش ار لو شاف الأخطاء دي هيركن السي في ده على جنب. قبل ما اقول لك ازاي تستخدم الاي اي تولز عشان تساعدك في ان انت تكتب السي في بتاعك، مهم جدا تعرف ايه السكشنز المهمه جدا جوه السي في. اول حاجه لازم تبتدي بيها وهي البيرسونال سامري، ملخص كده بسيط عن حياتك، عن دراستك، عن القسم بتاعك، عن اهتماماتك، عن الفاليو اللي انت بتدور عليها والفاليو اللي انت عايز تقدمها. تاني سيكشن بقى مهم وهو الاديوكيشن، التعليم بتاعك. طبعا في التعليم في 3 حاجات كده لازم تبقى واضحه. اول حاجه الكليه بتاعتك، سنه التخرج والتقدير، لو كويس اكتبه، لو مش كويس ما تكتبوش. ثالث حاجه وهي الاكسبيرينس، الخبره بتاعتك. طبعا انت لو لسه فريش جراد ما عندكش اي خبرات في الشغل، ولكن عندك خبرات اثناء التريننج وخبرات اثناء الاكتيفيتيز اللي انت اشتركت فيها اثناء الكليه. رابع قسم مهم جدا لازم يكون واضح في السي في وهي السكيلز. السكيلز بتنقسم الى جزئين، سوفت سكيلز وتكنيكال سكيلز. الجزء المتعلق بالسوفت سكيلز وهي بقى الكوميونيكيشن، الليدرشيب، التيم ورك. طبعا كل الحاجات دي مش هتتكلم كلام عام، ولكن هتبدا تحكي بتفاصيل عن انشطه انت اشتركت فيها وقدرت ان انت تطبق فيها السوفت سكيلز دي. اما بقى الجزء المتعلق بالتكنيكال سكيلز وهي بقى السوفت ويرز تولز، زي مثلا بستخدم السوليد ووركس،
بستخدم برامج ليها علاقه بالكاد كام، او لو انا بقدم في المجال الانشائي فبستخدم مثلا الريفت او بستخدم النيفس ووركس او بستخدم الداينامو على حسب السوفت ويرز تولز اللي انت بتعرف تستخدمها. دي كلها بتندرج تحت كاتيجوري التكنيكال سكيلز. رجوعا بقى لاستخدام الاي اي تولز، فانت محتاج تعرف شويه كده ويب سايتس تقدر ان انت تستخدم منها تمبلت جاهزه للسي في. طبعا مش هتاخدها كده بالشكل بتاعها، لازم تبدا تعدل عليها. زي مثلا اول ويب سايت عندك وهو الكيك ريزمي. كيك ريزمي هو من الويب سايتس اللي عليها تمبلت كويسه جدا وقويه، وفي نفس الوقت برضه في ويب سايت تاني اسمه zeti.com تقدر تخش عليه بالشكل ده وتنزل التمبلت وتبدا ان انت تعدل عليها. طبعا ما ينفعش نتكلم عن الاي اي تولز من غير ما نستخدم شات جي بي تي. شات جي بي تي هيقدر يوفر عليك البيرسونال سامري، طريقه ان انت تكتب الاديوكيشن بتاعتك، طريقه ان انت تكتب الاكسبيرينس، ولكن برضه كل الحاجات اللي ليها علاقه بالاي اي مش هينفع تاخدها كده، لازم تبدا تحط التاتش بتاعك، والتاتش ده بناء على الخطوات اللي انا شرحتها لك في الفيديو. وطبعا لازم تستخدم اي اي تول تقدر تساعدك ان هي تعمل سبيلنج تشيك، يعني بعد ما تخلص السي في بتاعك وتقفل كل حاجه محتاج تراجع الاخطاء الاملائيه. ممكن تستخدم ويب سايت زي جرامرلي هيقدر يساعدك في القصه دي بشكل كويس قوي. افتكر دايما ان السي في مش مجرد ورقه، هو مفتاح اول فرصه واول مقابله واول وظيفه ليك. لو ركزت في الكلام اللي قلته لك النهارده فعلا هتخلي الاتش ار يقف عند السي في بتاعك ويبدا ان هو يتصل بيك ويكلمك عشان تروح الانترفيو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه، عشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيتكلم عن ازاي تعمل سي في تقدمه للمجال الصناعي والمجال الانشائي.